البريمير ليج يفتتح أولى حلقاته هذا الموسم مع لقاء الأرسنال وليستر سيتي بطل موسم 2015. بالطبع سجل المدفعجية الرائع أمام ليستر سيتي سيرشح كفتهم في تلك المواجهة، إذ حقق 10 انتصارات متتالية على الذئاب، وستكون المباراة فرصة للوافد الجديد من ليون ألكسندر لاكازيت لدخول قلوب عشاق أرسنال في ظل غياب هداف الفريق الأول المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز الذي لا يزال مستقبله غامضا مع الفريق، فيما سيسعى تشامبرلين لافتتاح سجله التهديفي هذا الموسم. أعتقد أن الاستعداد البدني جيد للموسم المقبل، حيث تدرب اللاعبون كفاية في فترة التحضيرات. نريد تحويل جودة الاستعدادات إلى نقاط، وبالتالي من البديهي أننا نرغب في الفوز بالمواجهة الأولى في بداية الموسم حتى تكون خير بداية. هذا أمر لم نفلح بعمله الموسم الفائت، ونريد أن ننجح فيه هذا العام. وفي اليوم التالي للمسابقة ستلعب 7 لقاءات أبرزها دخول ليفربول بقوته الضاربة هجوميا أول اختبار له في الموسم الجديد أمام واتفورد. فيليبي كوتينيو دينامو ليفربول قد يكون له الدور الفاعل خلال المباراة التي ستشكل أيضا فرصة للوافد الجديد محمد صلاح للتوقيع على أول أهدافه في البريمير ليج. كما سيستضيف تشيلسي حامل اللقب فريق بيرنلي على ملعب ستانفورد بريدج، ومن المتوقع أن يكون للثنائي بيدرو رودريغيز والوافد الجديد ألفارو موراتا دور رئيسي في تحقيق فوز عريض لتشيلسي، بيد أن نادي مانشستر سيتي الذي أنفق نحو 200 مليون جنيه استرليني لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية يعد أبرز المرشحين لإسقاط البلوز عن عرش الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المرجح أن يزأر بقوته في أولى لقاءاته أمام المضيف برايتون هوف ألبيون.